الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة منتخب المملكة المتواجد في مسقط في دورة كأس الخليج 19. سمو الأمير مساء الخير وهارد لك على الخسارة. أهلا وسهلا. والحقيقة طبعا اليوم لم نقدم المستوى المأمول، بس الحقيقة لي ملاحظات على عدد من الحاضرين عندك مثل جاسم تفضل ومثل الرومي ومثل فيصل أبو اثنين. جاسم تحدث انه ما في خطط لرعاية الشباب ولا في اكاديميات ولا شيء، كل الكلام اللي قاله جاسم خطأ. الاكاديميات هذه ان شاء الله بتوضع. جولة الامير نواف بن فيصل 4 و5 مدن اوروبيه ومدينتين في امريكا الجنوبيه البرازيل والارجنتين، وهناك اتفاقيات وقعت معها. نعم مضبوط. فلذلك ان الشيء الاخر كل شيء في مخطط في الرئاسه العامه لرعايه الشباب، واعتقد انه يمكن ربما عن جهل بالنسبه لجاسم لانه يتحدث بشيء لا يفقه فيه. هذا اولا. وبيكم الحين اتناقش انا وياه على اي مبدا. والشيء الثاني وش دخل فهد المصيبيح؟ تقول ان المباريات تلعب في يوم واحد، ولا لعبت في يوم واحد وش يصير؟ والرجل مجتهد، وش دخله في انه تقول انه في مناظره بينه وبين ناصر الجوهر ولا هو يقيم ناصر الجوهر يا جاسم؟ اعتقد انكم تتحدثون بحديث لا تفقهون، كلكم ما تتحدثون بشيء ما لا تفقهون فيه. الشيء الاخر اذا كان في نقاش احنا نرحب بالنقد لهذا البرنامج منكم من 1000 واحد مثلك، وانا فاتح باب النقد، لكن تقولون كلام خطا على الاتحاد السعودي. يا اخي كسبنا مباراه، انا قلت لك لم نقدم المستوى المأمول وكسبنا لاعبين وكسبنا وجوه جديده. نعم. المرشدي واسامه والزوري وعبد الله الشهيل واحمد الفريدي واحمد عطيف، هل هذا ولايه عزازي وحسن الراحل هل هذول كلهم ما هب لاعبين جدد؟ فلذلك والان انا بنتقل الرومي وفيصل باثنين. انت كيف تتكلم يا جاسم عن فهد المصيبيح وتقول فيها الكلام؟ رجل مجتهد عمل اكثر منك 100 مره، بذل جهد للبلد اكثر منك مليون مره، تقدر تتكلم عليه انت وغيرك بهالشكل؟ احترموا انفسكم، احترموا انفسكم انتم اللي قاعدين الحين. وش تقول يا جاسم؟ كلامك السيء انت تحدث. تفضل محمد. هل بالنسبه طال عمرك للمصيبيح؟ نعم. يعني انا ارى ناخذ فرصته سمو الامير، واعتقد ان في كفاءه موجوده الان اداريه موجوده. في ايش؟ في كفاءه اداريه موجوده في الانديه، المفروض ان نستفيد من خبراتها. الكفاءات الاداريه يا جاسم؟ سم؟ اقول لك انت تقيم الكفاءات الاداريه انت واشكالك. فهد المصيبيح اداري ممتاز، اداري ممتاز، فلذلك يجب عليك انك تحترم المواطن السعودي اولا، وثانيا انت لا تتكلم عن شيء ما تبقى فيه. قلت لك الامير نواف راح هذا في اكاديميات سوف تقام في الرياض وجده والشرقيه، وفي تخطيط للاتحاد كرة القدم، كل شيء مبرمج يا اخي. كيف تتحدث انت عن الموضوع هذا؟ فلذلك عليكم الصمت او التكلم بالحقيقه. هذه لك ولغيرك. عطني عبد الرحمن الرومي. سام طال عمرك. انت كيف تتكلم بهالاسلوب الغير واقعي وكانك انت المنقذ؟ انت تتكلم تقول منتخب الكويت لم يقدم شيء، قدم شيء و1000 شيء، مستوى ممتاز وكسبنا لاعبين جدد. اما انت تحط الناس على رايك، انا اتفق معك انه في مباراه اليوم لم يقدم منتخبنا المستوى المأمول، لكن ليس بهذه الشكل وليس بهذا الاسلوب اللي حنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقد هذا البناء، لكن ما هو بهالاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي. عطني فيصل ابو اثنين. تفضل طال عمرك. وش الكلام اللي تقول فيه شرها وما شرها والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم، انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك. احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تبربر في التلفزيون، ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم، تقعدون تهينون هالناس بهالشكل الغير معقول. هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه. يا سمو الامير قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي. لا اريد تكرار هذا الحكي. تبي تنقد فنيا اهلا وسهلا. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. من الكلام الفاضي. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. لا غير فني. وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الامير. وبعدين انت تتحدث عن دوله يا ابني. الله يحييك، احنا نتحدث عن دوله وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضه.
يعني انت المسؤول الاول الرياضه فقط. تتكلم زين عن الرياضه. احنا نتكلم عن الرياضه بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انتم الان خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش هو المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا اشكال غريبه عجيبه، ترى انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب يا سمو الامير، وعليكم بحسن الاخلاق. ان كان ما تربيتوا احنا نربيكم. لا ولا الحمد احنا متربين يا سمو الامير ونعرف حدودنا ونعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول عن اول الرياضه. نعم مسؤول عن اول نشتغل ليل نهار. يفترض وما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير، ما حد قال شيء بعملكم ولا بننتقص من عملكم يا سمو الامير. ولكن الوسط الرياضي عندنا يا مسلم. ولكن الوسط الرياضي يا سمو الامير، الوسط الرياضي يا سمو الامير، سمو الامير، سمو الامير الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الامير سلطان بن فهد، جهودكم واضحه سمو الامير وما